السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. هتكلم على مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الاسباني. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت، وهنسيب لكم الاهداف في اول كومنت مثبت على قناة التليجرام، قناة توقعات الملاعب. فاللي مش متابعين عليها فايته كتير. طبعا اول ما نوصل 10000 مشترك باذن الله نعمل مسابقات ماليه وجوائز كتير، فانزل اعمل اشتراك دلوقتي حالا وفعل زر الجرس. هتكلم على تشكيله ريال مايوركا وهي 4-4-2، وبرضو هنتكلم على تشكيله ريال مدريد. تشكيله ريال مدريد 4-4-2 برضو، بس هيكون عندنا في الهجوم النهارده يبدا بامبابي، وكمان هيبدا بابراهيم دياز نجم المغرب الكبير. ان شاء الله طبعا اتوقع الفوز في مباراة اليوم في الشوط الاول لصالح ريال مدريد. طبعا المباراة هتتلعب في ريال او في ارض ريال مايوركا. هتكون مباراة صعبة جدا على ريال مدريد، بس لازم النهارده يفوز في مباراة اليوم، لان فارق النقاط بين ريال مدريد وبرشلونة 4 نقاط. حتى لو يعني المفروض ان هو يفوز النهارده، وبرشلونة هنشوف هيعمل ايه في مباراة بالليل. فمباراة هتفرق طبعا في تقليل الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة. اتوقع المباراة دي تنتهي في الشوط الاول 1-0 لصالح ريال مدريد. انت كمان تقدر تكتب لي في الكومنتات بتوقع الفوز لصالح ريال مدريد ولا لصالح ريال مايوركا. صاحب التوقع الصحيح هنعلن عنه في الفيديو اللي جاي. لو وصلت لهنا ما تنساش تصلي على حبيبك النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت. كلام معكم عبد الرحمن رفعت من قناة توقعات الملاعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.